مشاهدي النيل التعليم العالي، بنرحب بحضراتكم حلقه جديده من برنامجكم مصر. النهارده بنتكلم عن ثوره ادويه الكبد في مصر. معانا ومع حضراتكم الحديث حول هذا الموضوع دكتور علي عبد الله عبد النبي، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الدوائيه ومكافحه الادمان. بنرحب بحضرتك معانا دكتور علي. اهلا بيك. كمان معانا الدكتور هاني ملاك وهبه، عضو المركز المصري للدراسات الدوائيه ومكافحه الادمان فرع الجيزه. برحب بحضرتك معانا دكتور هاني. الحقيقه سعداء بوجود حضراتكم معانا النهارده، ويعني موضوع من الموضوعات الهامه جدا دكتور علي ودكتور هاني اللي يهم كتير جدا من الساده المشاهدين. للاسف نسب عاليه جدا للاصابه بامراض الكبد، ويعني الحقيقه للاسف الاكبر انها يعني مصنفه على انه فيروس سي من اعلى الاصابات في تقريبا دول العالم، يعني من اعلى الاصابات. دكتور هاني، عايزين نفهم من حضرتك كده بالارقام او الاحصاءات سريعا. اولا وضع الكبد المصري. تمام. هو طبعا مصر مصنفه عالميا الاعلى في الاصابه بالفيروس كبد. الاعلى سي بالظبط عالميا، يعني اعلى اصابه عندنا هي في مصر. دي طبعا اول نقطه. النقطه الثانيه، عندنا توزيع جغرافيه لاماكن الاصابه الاكثر اصابه داخل الجمهوريه بالتحديد بقى. وعندنا اكبر محافظه فيها اصابه واعلى اصابه في محافظه المنصوره. بمعنى دقيق دايما يا دكتور محافظه المنصوره مش عارفه برضو الحقيقه، اكيد في دراسات علميه اتعملت يعني بتصنف على انها من اعلى ممكن الاصابات. طبعا، بس بخصوص فيروس سي بالتحديد يعني يعتبر المنصوره اعلى اصابه عالميا. عالميا طبعا، ان هي اعلى اصابه جوه مصر، يعني مصر عالميا مصر عالميا اعلى اصابه يعني فجايه اصلا غير المنصوره. المنصوره يليها كفر الشيخ، ده دول بالتحديد كمحافظه. المنصوره كفر الشيخ، الدقهليه كفر الشيخ. بالظبط. نيجي بقى التوزيعه العامه، برضو عندنا اعلى اصابه في الجمهوريه كمناطق. عندنا الدلتا اعلى اصابه بتعدي 26%، يليها جنوب الصعيد حوالي 19%، وعندنا وسط الخريطه نفسها اللي هي من شمال الصعيد لغايه قرب القاهره دي حوالي 23%. نيجي بقى عندنا القاهره واسكندريه، دول بتمثل القاهره 9%، اسكندريه 6% من الاصابه. دول طبعا توزيعه سريعه طبعا يا دكتور. لكن اللي نفهمه من كلام حضرتك دكتور هي الحقيقه انه دلتا مصر من اكثر اماكن الاصابه يليها الصعيد الحقيقه. طيب هل اتحطت اسباب علميه لدلتا مصر؟ وهل يعني الحقيقه واحنا بنفكر بقى ان احنا اعلى نسب اصابه وان احنا اعلى مشكلات الحقيقه عالميه في الاصابه بفيروس سي، احنا بنعالج ازاي او ايه اللي قدامها؟ يعني ايه المنظومه اللي قدامها اللي تقف قدام الارقام دي؟ هي المنظومه الرئيسيه هي الوقايه طبعا، وهي ازاي السلوك الصحي بتاعنا. في مشكلات في السلوك الصحي والفيروس سي الحقيقه يا دكتور اللي نفهمه برضه هنفهم من دكتور علي فكره ارتباطه بالدماء يعني الحقيقه ونقل الدم. دي اكيد الدماء دي رئيسيه طبعا. وهو سلوك الصحي عامه، وده يدل مثلا النظافه وكده. النظافه، وده خص بيها طبعا منطقه الدلتا اكيد فيها ان في ارتباط احيانا بالتلوث عن طريق الميه وحاجات زي كده، ولكن طبعا الدم اكتر بيديني انطباع عن المنطقه دي. أيوة. السلوك الصحي فيها مش مظبوط، يعني في قصور شديد ادى الى الارتفاع في الاصابه. وده اللي هنسال عليه حضرتك دكتور هاني، فكره السلوك الصحي في هذه المناطق وازاي ممكن يعني نعالج هذا السلوك. نروح لحضرتك دكتور علي، مرحبا بحضرتك معانا. والحقيقه دكتور علي، دكتور هاني وضع لنا كده تصور عام لوضع الكبد في مصر، وانه الكبد المصري الحقيقه بيعاني. من كلام دكتور هاني كده واضح ان في معاناه. نفهم من حضرتك الحقيقه بقى المعاناه دي جايه منين؟ هل الحقيقه نقدر نقف قدام المعاناه دي ولا لا؟ شغل حضراتكم كمراكز خاصه وجمعيات خاصه وجمعيات اهليه مهتمه، شغل وزاره الصحه، يعني عايزين نفهم حاجات كثيره جدا من حضرتك دكتور علي الحقيقه. هو بدايه انا دايما ببقى فخور وسعيد بلقاءاتي في التلفزيون المصري، عن فخري وسعادتي باي تسجيل في قناه اخرى. احنا كمان فخورين بحضراتكم والله، واطباء وصيادله مصر الحقيقه يعني لازم يكونوا موجودين على شاشه التلفزيون المصري. الله يخليك يا فندم. ربنا يكرمك يا دكتور. وانا سعدت وشرفت بلقاء حضرتك من حوالي 6 شهور. ربنا يكرمك يا دكتور. وكنا بنتكلم على سوفالدي كدواء جديد. الحقيقه ما عادش دواء جديد خلاص يا دكتور. بالظبط. لانه في ثوره في عالم الادويه الجديده الخاصه بعلاج فيروس سي، واحنا في قطار نقدر نسميها القطار الطائر في تغيير في خريطه الدواء عالميا. واحنا في مصر وفي العالم العربي ان لم نلحق بهذا القطار سوف يدهسنا، فلابد ان نحاكي ونمشي في خطوط متوازيه مع هذا القطار. يعني احنا في اللقاء السابق مع حضرتك من حوالي 6 شهور اتكلمنا على السوفالدي كدواء جديد. الحقيقه مع التطور السريع والمذهل ما عادش دواء جديد. قلنا ساعتها حسب التقارير العالميه حينذاك ان خلال 20 سنه هيبقى الهيباتيتس سي مرض نادر. انما الحقيقه في 6 شهور دول اكتشفنا انه هيبقى اقل من كده بكثير، يعني مش 20 سنه، خلال 5 سنوات
هيبقى ان شاء الله مرض فعلا. نادر. ايوه، طب ده امل كبير قوي يا دكتور علي، عايزين نقف على الحته طبعاً. دي جدا لانها مهمه، وازاي ممكن فيروس سي باذن الله يكون مرض نادر او مرض باذن الله مش من الامراض المتوطنه، وبالذات كمان في مصر الحقيقه. لكن هنقف مع حضرتك مع دكتور هاني وتقرير سريع من الشارع المصري، وبعد هذا التقرير بنعود لحضراتكم ونكمل كلامنا، انتظرونا. كلمني عن العقار الذي ظهر حديثا لعلاج فيروس التهاب الكبدي الوبائي. مشكلة هذا العقار ايه من وجهة نظرك؟ اولا العقار انا لم اسمع به خالص، ولكن من كلام حضرتك حتى لو في عقار وفي السوق السوداء بثمن غالي، مفروض الحكومة نفسها تقنن هذا لو كان العقار ده سليم وفعلا بيعالج التهاب الكبد الوبائي. الموضوع كله محتاج شوية طبعا تظبيط من وزارة الصحة. لازم بيكون في إشراف قوي أقوى من اللي احنا شايفينه. يعني أنا كان لسه في زيارة صديقي في معهد الكبد، فليه طوابير مقدسة داخل المستشفى، كله طبعا مطلع اللي هو على النفقة الدولة، فالإجراءات صعبة شوية. يعني الإجراءات بتبقى إجراءات روتينية، وفي حالات يعني خلاص ملهاش حل غير لازم تاخد العلاج فورا. فطبعا محتاجه شويه ضبط ومحتاجه شويه نقول تنسيق اكتر من كده شويه. حضرتك تعرف ايه عن العقار اللي ظهر جديد لعلاج فيروس التهاب الكبد الوبائي؟ والله العقار اللي ظهر جديد اللي هو سوفالدي كانت تبنته القوات المسلحه، ولكن الحقيقه لم يثبت حتى الان ان هو جايب نتيجه كويسه ولا لا، لانه هيحتاج وقت كبير عشان يثبت صحته. بالإضافة أنه غير متوفر بشكل كامل، لأن في نسبة كبيرة جدا ما يقارب من 30% من الشعب المصري عنده التهاب كبدي. يا ريت الدولة تنشط هذا العقار، لأن بقت حوالي 50% من الشعب المصري عنده فيروس سي، تمام. وللاسف اللي هو مش متفاعل لغايه دلوقتي. يعني احنا لغايه دلوقتي مش ملاقيين متفاعل، لان تكلفته عاليه. حتى دلوقتي اللي هي الدوله منزلاه برده مش رخيص، تمام. يا ريت نقدر ينزلوه في كل الصيدليات ويتفاعل على الشعب كله، تمام، ويكون يعني باجر رمزي، والدوله تشيل اكتر من 80% منه من حسابه. ورجعنا حضراتكم مشاهدينا الكرام، ولسه بنكلم حضراتكم عن ثوره ادويه الكبد في مصر. لسه مشرفنا الدكتور علي عبد الله عبد النبي والدكتور هاني ملاك وهبه. برحب بحضراتكم مره ثانيه. وكنا وقفنا مع حضرتك دكتور علي على فكره انه باذن الله يمكن في 5 سنوات قادمه باذن الله نشوف امراض الكبد والتهاب فيروس سي باذن الله في سبيله لعدم الوجود. يعني نتمنى ده نقطه كمان مبشره جدا الحقيقه. بس هل يعني فعلا ارض الواقع بتقول ده؟ هنقول نقطه مبشره ثانيه، انه برضو كنا بنقول متوقعين ان الدواء المصنع مصريا هينزل في 2017، لا ده نزل في 2000 واواخر 14 اوائل 15 كبديل السوفالدي المصري وبسعر مثيلي وبسعر ارخص يعني كتير جدا. اذا كان المستورد ب 15000 15000 انما المصري ب 2670 جنيه، فده بشرة خير. وكمان اللي في التامين الصحي الحقيقه بيبقى برضه ان شاء الله يعني مجاني. يعني لا هو 78% من اللي اتعالجوا على حساب الدوله. ما شاء الله تعالج 78% من الناس. وفي الطريق في الكلام هنقول النسب اللي اتعالجت ونسب النجاح موجوده عند حضرتك يا دكتور. طب بالظبط. هكمل حضرتك انه كنا بنقول انه بشرة خير ان الدواء المصري موجود. كنا بنقول ان الميزه عن الادويه اللي فاتت القديمه ان اذا كان الانترفيرون اللي هو مليان عيوب واثار جانبيه مؤلمه وبيستمر علاجه سنه، لا فالسوفالدي بيعالج لمده 3 شهور فقط. وهنسعد لما نعرف ان الادويه الجديده اللي جايه لا هتبقى 2 شهرين بس، وادويه بعديها خلال 1 شهر. والاسعد من كده ان في دواء في الطريق هيبقى 1 أسبوع فقط. والادهش ما شاء الله يا دكتور، والادهش بقى والمفاجاه الكبيره جدا انه في المستقبل ان شاء الله المستقبل القريب في حقنه
ستقضي حقنه واحده ما شاء الله يا دكتور، واحده هتقضي على فيروس سي نهائيا. ربنا يكرمك يا دكتور، وبتفتح باب التفاؤل والامل. انت حضرتك طبعا تعرف معاناه مريض الكبد طبعا. واسره مريض الكبد، وخاصه اذا كانت طبعا بنتكلم على اكتر محافظات استكمالا بقى النقطه فيها مرض بتلاقيها في الدقهليه وفي الصعيد بييجوا للقاهره عشان يتعالجوا. فانت كده بتتكلم على توفير كمان بالزبط. يعني الحقيقه حاجات كتير جدا للمريض واهله. النقطه اللي ما تخص. طب بس ازاي يا دكتور، احنا عايزين نفهم الحته دي ازاي ده هيحصل، اللي هي فكره انه في حقنه بيشتغلوا عليها اطباء مصريين او علماء مصريين؟ لا ولا هي عالميا؟ احنا عايزين نفهم في طور انت عارفه عشان نكتشف الدواء ايوه ويخرج بيمر عبر فيسز مراحل معينه. احنا في اي مرحله؟ من تجارب على الحيوانات ثم على اصحاء على بشر على مرضى تطوعيين. احنا في التجربه على الحقنه ديت في الفيس 3 اللي هي قبل اعتماده وخروجه الى السوق العالمي. ربنا يكرمك ان شاء الله خير يعني ان شاء الله وباذن الله نتوقع. وطبعا موضوع ابتلاء بعض المحافظات بفيروس سي له لمحه تاريخيه، فمعظم مواليد سنه من 45 ل 65 او 70 هم الاكثر اصابه بفيروس سي خاصه في الدلتا، عشان توطن مرض البلهارسيا في هذه المحافظات. وبالتالي كنا بنعالج البلهارسيا بحاجه حقن اسمها الترتريك اسيد، وكان طبعا نقل فيروس سي مينلي اساسا عن طريق الحقن ونقل الدم، لانه كان بيتحقن اكتر من شخص. فزمان حضرتك كان السرنجات اللي هي غير معقمه او غير الدوزبوزابل اللي هي اللي كانت بتغلى والغلايه والغلي ده ما كانش كافي لقتل الفيروسات. فطبعا الجيل ده ابتلي بهذا المرض. طبعا في توطن بقى في طرق حديثه طبعا في نقل العدوى، وهيبقى لنا دور ان شاء الله في ان احنا نتكلم عنها يا دكتور. طيب تمام. الحقيقه بنشكرك دكتور علي جدا، ونروح لحضرتك دكتور هاني. والحقيقه بس تعليق حضرتك على التقرير اللي احنا شفناه، الناس الحقيقه عندها امل كبير جدا انها تشوف ان شاء الله يعني علاجات ويعني فرص للتخلص من فيروس سي في مصر. لكن الحقيقه كان في خلط في احد كلام الساده المشاهدين او حد من المشاركين بين جهاز خاص بالقوات المسلحه والسوفالدي كدواء بيوعي. السوفالدي هو بتاع القوات المسلحه. فاحنا عايزين نفهم حضرتك كطبيب صيدلي. هو قال ان هو ما يعرفش القصه، بس هو يعني احنا بطبيعتنا كمصريين احنا عاطفيين. حتى في برضه اخ تاني قال ان النسبه وصلت 50% من الاصابه. طبعا لا ابدا، نص الشعب المصري ما عندوش يعني دي عاطفه عندنا كلنا يعني. انا بنحب من كتر ما هو الحقيقه يعني متفاعل مع موضوع طبعا بيقول 50% طبعا في الحلول، لان هو يعني من كتر حبه للموضوع ان هو يعالج يعني علشان يدفع الجهات انها تدور على الحقه يعني. بالظبط. ودي شيء برضه صحي. بالنسبه للجهاز، لا الجهاز ده قصه ثانيه خالص، احنا مالناش ارتباط بيها كصيادله. مالناش علاقه بالجهاز حاجه عن طريق يعني شيء تكنولوجي معين في القوات المسلحه. بالنسبه لنا احنا بنتكلم شغلنا على الادويه، ما نعلمه عن الادويه. صحيح. وفعلا زي ما قال الدكتور علي، اعلى معدلات شفاء عاليه الحمد لله جايه من السوفالدي ومن اللي بعده كمان من النيو جنريشن ساعتها، ويعني نتائج مبشره، وفعلا هتقل ان شاء الله النسب بنسبه كبيره. نتمنى يعني يعني بالنسبه لقطاع الادويه في محاربه فيروس سي، نشكر ربنا الفتره اللي جايه ناجح جدا ان شاء الله. والدوله حاطه قضيه كويس جدا جدا. انا عايز اوري حته برضو ان يبدو ان في حد كان عنده مخاوف من السعر، ان غالي شويه. طبعا هو نسبيا على دخلنا في مصر يعتبر غالي شويه، ولكن عايز اوصله ان القرص السوفالدي في امريكا ب $1000 ب 6000 جنيه القرص. القرص الواحد في امريكا. الكورس بيكلف $84,000 اللي هو 3 شهور. احنا عندنا ما بيوصلش ل 10000 جنيه. فطبعا النسبه مباشره يعني 1% تقريبا، يعني الدولار بقى في رقمه وهكذا. الحقيقه الاهم كمان يا دكتور فكره ان الناس بدات تاخد سوفالدي، ايه اللي حصل برضو حضرتك ودكتور علي توضحوا لنا كده ايه اللي ممكن يكون حصل الحمد لله في الفتره دي؟ بالنسبه علي كان لمح ان النسب ابتدت تبان فعلا، نسب بدات تبان فعلا معديه 90% نسب الشفاء ما شاء الله يا دكتور. فطبعا في فتره ال3 شهور في الفتره دوبك اللي ابتدينا، وبعدين في شركات ابتدت تنزل فعلا المسائل المصريه. طبعا يمكن المستورد غالي شويه بيوصل 15000 جنيه، المسيل المصري بيوصل 2670. ده رقم مناسب جدا جدا نسبيا بالمقارنه بالتكلفه القديمه. والانترفيرونز طبعا واثارها الجانبيه زي ما قال الدكتور. وفي ادويه ثانيه نازله يعني هتبقى مع، لان هو السوفالدي بيتاخد مع حاجتين تاني، انترفيرون وريبافارين. ففي حاجه اسمها اوليسيو ده نازل هيغنينا عن الانترفيرون واثاره الجانبيه. جميل يا دكتور. الاوليسيو ده فيه ميزه كمان، يعني ميزه حلوه قوي، ان هو بينفع يتاخد مع الناس اللي عندهم مشكله في الغده الدرقيه، وينفع مع اللي عندهم مشكله في الشبكيه وعضله القلب.
فطبعا دي بعض الناس في الانترفيرون كان بيبقى ممنوع ياخد الانترفيرون علشان مشاكله من الحاجات دي. فالحمد لله اتحلت كمان. فيروس سي عن مريض عنده فيروس سي ممكن عنده مشكله في الغده الدرقيه، كانت بتبقى يعني حكايه فيها مشكله يعني نديله دواء ايه متشابكه الحقيقه بالظبط. انترفيرون عامل له المشكله والاوليسيو هيحل مكانه وامن معاه. فكده في قطاع تاني من الزملاء او المرضى الناس يعني اتحلت عندهم مشكله بالاوليسيو. فباذن الله البشائر مطمئنه جدا، والاخبار الجميله اللي قالها دكتور علي طبعا بتطمنا اكتر يا دكتور. طبعا ان شاء الله ربنا يوفق ان شاء الله. طيب دكتور علي، احنا شايفين مع حضرتك ده مثيل من المسائل المصريه. تمام. ده تمام. ده شكل العلبه يعني. ده منتج وطني في احدى الشركات المصريه. سعره 2670 جنيه مقارنه ب 14000 جنيه. طبعا ده فرق كبير جدا. متاح طبعا بلا قيود حاليا، ممكن اي واحد يشتريه ببروجيت طبعا بارشاد طبيب طبعا يعني ما حدش بيعالج نفسه عشان ما حدش يتخيل الحقيقه ان هو يروح يجيبه وخلاص. لا طبعا ليها طريقه يعني وليها فحوصات قبلها يا دكتور هاني. طبعا. هل الحاله الطبيه بتفرق دكتور هاني الحقيقه برضه؟ في مراحل معينه يدخل فيه السوفوسبروفير لازم احط يعني. هو حتى في الدراسات اللي تابعناها في بدايه نزول السوفالدي كنا احنا شريك رئيسي في المتابعه في نقابه الصيادله. فبنشوف ايه والمركز مركز الدراسات بنشوف ايه الاحصائيات. يعني حسب ما شفنا من الزملاء الاطباء الاحصائيات اللي عندهم قال لك انا عندي في اولويات في العلاج مش باولويات. ازاي يا دكتور؟ نفهم الساده مشاهدينا يعني الحقيقه ممكن الحاله المرضيه اللي وصل لها المريض ممكن المريض يتخيل يعني معلش برضو المرض وكده انه الطبيب مش عايز يديهوله. لا دي غلط. هنفهم بقى من حضرتك. هو بالنسبه له بيعتقد انه عشان عنده فيروس سي ممكن ياخد العلاج دلوقتي. لا، في حالات احنا بنوصل احيانا ل 10 سنين عنده فيروس سي حامل الميكروب وما عندوش مشاكل لغايه دلوقتي. بس انا عندي واحد في مرحله وصل انه لازم دلوقتي ياخد، هو ده اللي انا بديله، واللي قدامه لسه فتره زمنيه مناسبه على ما بوفر له دواء واجيبه. يعني ده اطمنه. ما حضرتك فتحت نقطه مهمه قوي يا دكتور، اطمنه انه التحاليل هي اللي بتقول، لكن طبعًا الحقيقه يقول لك ده لابن خالي طبعا كلهم قرايب في بعض الحقيقه. بتلاقيه كل الدلتا يعني صراحه المرحله اللي احنا الاسره كلها متوطن فيها بالظبط. يعني ممكن يكون عندي 10 واحد يمكن يكاد يكون اقلهم في السن، ولكن اهمهم اولويه ان انا اديله النهارده مش لا بكبر ولا بعمق. ممكن يقول لحضرتك احنا بنشوف يعني يقول لك انا الاكبر وده الاصغر. لا اطلاقا، ده راجل كبير. طب دي عندها عيال وانا ما عنديش كده. هو فين المرحله اللي هو فيها دلوقتي اللي بيها له اولويه اخذ الدواء النهارده، وفي واحد في مرحله اطمئن عليه. تمام. احنا شايفين منتج مع حضرتك دكتور هاني برضه ده مثيل من ده منتج من شركه ثانيه فعلا. شركات برضه وطني دكتور مصري. ما كل ما هو مصري فهو وطني. الناس بعض الناس يا دكتور برضه هتقول لك المصري والاجنبي والعقده بقى بتاعت المنتج. احنا عندنا الدواء المصري محترم جدا ومثايلنا المصريه محترمه جدا، وعندنا برضه نقطه ممكن نوضحها. هناك مثيل وبديل. هذا مثيل الماده الفعاله هي وكل هو السوفالدي كله بكل يعني بكل تفاصيله فيه ما عدا ان انا عملته في مصر بس كده. دي جايه لي عبوه. لكن البديل ده حاجه ثانيه. البديل ده موضوع ثاني خالص. دواء اخر بماده فعاله مختلفه، ولكن لكن مش هو نفس الماده الفعاله. فمثايل انا على فكره بالمناسبه وزاره الصحه سجلت 19 مثيل للسوفالدي. 19 مثيل بنفس الماده الفعاله بالظبط. وده شيء كويس جدا. ليه؟ هي بتشجع الانتاج من كل الشركات تبتدي تنزل لي في السوق عشان تغطي اكبر شركه. وده مجهود يحترم الحقيقه وزاره الصحه في الحته دي دكتور جدا. يعني السوفالدي بالتحديد طبعا في الحته دي ربنا يكرمه يعني. تمام. طيب نرجع لك يا دكتور علي الحقيقه. ودكتور هاني فتح لنا هنا حته مهمه قوي، وهي فكره العقده للدواء المستورد، العقده الاجنبيه والمثيل المصري والبديل المصري. صناعه الدواء في مصر الحقيقه ودي نقطه مهمه جدا، يعني عايزين نعرفها من حضرتك بقى اكتر كصيدلي وحضرتك بتشتغل في هذا المجال، ومعاناه الدواء المصري عشان يفضل ماسك نفسه في السوق. يعني الحقيقه فكره انه مثلا بعض الدول العربيه القريبه من مصر كانت اهم مصنف عندها هو الدواء المصري. بصراحه الوضع يعني والمنظومه دلوقتي مختلفه شويه، وهنفهم من حضرتك ليه. وفي حته الادويه الكبد الحقيقه ما شاء الله نقدر نقول بقى يعني دي اهي تجربه عمليه وما شاء الله كانت ناجحه جدا. فيعني ازاي نبقى ناجحين في حاجه ومش ناجحين في حاجه ثانيه؟ وعموما هو الدكتور هاني فتح كذا نقطه كده. انا بقول لحضرتك خساره قوي ان انا اسيب النقط دي. لكن سريعا كده يعني بالعكس احنا معاك الوقت يا دكتور علي. اتفضل. معانا الوقت يعني. اتفضل. طبعا اتفضل. الاول ما نزل السوفالدي عشان فتح التقديم عن طريق وزاره الصحه، فكان في اولويات، فكان بيحصل تقسيم المرضى الى جريدز درجات حسب التليف الكبدي. صحيح. ففي اولويات. الحمد لله دلوقتي بعد ما توفر السوفالدي وتوفر المسائل المصريه فالموضوع اتفتح. فاي حد اي مريض في اي مرحله مراحل
درجه المرض عند المريض ده لا يقدر ياخد الحمد لله يا دكتور. ودي طفره في 6 شهور، يعني زي ما حضرتك قلت ان احنا كنا بنتكلم 6 شهور بالظبط كده، مش اي حد هياخده. بالظبط كده الحمد لله. الحاجه الثانيه وزاره الصحه ده دور برضو الدواء المصري، المسائل اللي خرجت شارت الضغط شويه طبعا. الحاجه الثانيه هنتكلم على مجهودات وزاره الصحه وما فعلته، لكن بعد ما اتكلم على الدواء وحته الدواء في مصر اي دواء عالميا بينزل السوق وياخد ابروفل من الاف دي اي اللي هي المنظومه الامريكيه العالميه اللي بتقرر نزول الدواء واستخدامه ولا لا، بيمر عبر تجارب معينه لحد ما يوصل لانه ياخد الختم ده، ياخد الموافقه بالظبط كده. ده بنسميه البراند، دواء البراند اللي هو اسمه سوفالدي اللي نزل مثلا على سبيل المثال يعني السوفالدي. طب احنا في مصر هنصنع الدواء بنعمل ايه؟ ايوه عن طريق الاداره المركزيه لشؤون الصيدله بناخد التصريح تصنيع وبنعمل تجارب اسمها الاتاحه الحيويه. يعني ايه الاتاحه الحيويه؟ بنجيب علبه سوفالدي الامريكيه ديت ونجيب العلبه المصنعه مصريه ونجيب 24 عيان نقسمهم 12 و12. ال 12 دول بياخدوا السوفالدي وال 12 دول بياخدوا الدواء المصري. وعند زمن معين بناخد عينه دم من المريض ده وعينه دم من المريض ده. إذا وجدنا إن نسبة وتركيز الدواء المصري بيصل للدم في التركيز المعين في نفس الزمن اللي بيوصل بيه الدواء المستورد، معناه كده اسمه بايو ايكويفالنت أو مكافئ في الحيوية. جميل. يعني أنا لما خدت القرص المادة الفعالة اللي أنا أوريدي عملت عليها اختبارات في خارج البلاد، تمام، بتصل في الدواء المصري إلى الدم في التوقيت والتركيز المناسبين لقتل الفيروس. فإذا لا فرق ما بين الدواء المصري والدواء المستورد. جميل. بعد ما لانه مش هينزل السوق اصلا الا اذا ثبت مكافاته الحيويه، انه مكافئ حيويا بالدواء المستورد. ده بما يخص الايه؟ الدواء المصري. طبعا الحقيقه عندنا مشاكل في بما يخص الدواء المصري وتوزيعه في السوق المصريه. فعلى سبيل المثال وزاره الصحه طبعا مشكوره، عملت مجهودات كبيره، وانا عايز الاستاذ مصطفى يعني خلال الدقائق بعد ما اخلص الكلمتين دول الصوره اللي انزلها عشان مجهود وزاره الصحه ده ما يضيعش هباء. في بعض القيود اللي اتوضعت على احنا شايفينها مع حضرتك يا دكتور. الصوره ديت بنتخيل فيها الحوض الميه ده او البانيو ده وفيه الميه الملوثه دي، فبنقول عايزين وفي حنفيه فوق اهي. ايوه عايزين نفضي الميه ديت في اسرع وقت ممكن. ده يشترط الاتي: نزود الصرف ونقفل الحنفيه. فلو تخيلنا ان هذا الحوض ما نسميه علميا بالبريفالنس، عدد الحوض ده نقول مثلا ده جمهوريه مصر العربيه والميه ده مرضى الكبد في مصر. عايزين نقضي على ظاهره الهيباتيتس سي في مصر، فيروس سي في مصر. هنعمل ايه؟ لازم نزود الصرف اللي هو نسب الشفاء، ولازم نقفل الحنفيه اللي هي بطريقتين. ايه الطريقتين؟ يا اما بالوقايه، نشوف عايزين نتكلم اللي هنتكلم ممكن الدكتور هاني يقول لنا عن طرق الوقايه، وفي اسباب للمرض قديما وحديثا. حديثا اللي احنا قلنا ايه؟ عن طريق تناول المخدرات، خاصه تفشي هذه الظاهره حديثا، وادمان بعض الشباب للهيروين وحقنه بسرنجات ملوثه وتبادل المدمنين بنفس السرنجات. ده هيزود وهيرجعنا للاسف لما كنا عليه من ارتفاع معدل الاصابه. وده شغل مثلا مركز زي ما ركزكم يا دكتور. طبعا يا فندم، احنا الاسبوع اللي فات كنا عاملين مؤتمر عن الناس، ردا على الناس اللي نادت بتقنين الحشيش في مصر. لو حضرتك تشوفي فوق الحنفيه دي مفتوحه بمعدل 150,000 مريض جديد سنويا بينزلوا الحوض. فاحنا لابد ان معدل الشفاء بتاعنا والعلاج بتاعنا يبقى يفوق عدد ال 150,000 عيان سنويا، لان احنا لو بنعالج 100,000 وبيخش لنا 150,000 كل سنه يبقى فرق 50 ما عملناش حاجه. تمام حضرتك؟ وده برضه هيبقى هيساعدنا الادويه الجديده في ايه؟ لان الادويه الجديده بتقلل زمن العلاج، بدل ما سنه بقت 3 شهور، بقت شهرين، بقت شهر، وبالتالي بيقلل زمن الاحتكاك ما بين المريض وما بين الشخص السليم، وبالتالي نسب الاصابه والعدوى بتقل. فدي لابد عشان لا يضيع مجهود وزاره الصحه هباء ان نتخيل هذا الشكل ونلتزم به. الحاجه الثانيه انه احنا المفروض العراقيل اللي تقف امام الشركات المصنعه للمسائل السوفالدي المصريه
ان احنا نشيلها. زي ايه؟ الحقيقه كان نزل قرار في وزاره الصحه بانه تقييد توزيع الادويه، يعني الصيدلي عشان يوفر الدواء صيدليته لابد انه يروح اداره الصيدله اللي تابع ليها وكاله وكيل وزاره الصحه في المحافظه ديت، ويقدم على انه عايز السوفالدي، وبعدين ياخد ورقه ويروح للشركه، وبعدين يجيب الدواء. دي هذه المراحل تعرقل توفير الدواء. دي نقطه. النقطه الثانيه ان الحقيقه اذا كان ربح الصيدلي اكس في كل دواء، فوزاره الصحه عامله ربح الصيدلي نصف اكس. برضه ده حاجه مش كويس. ده مش كويسه ولا حاجه. مش كويسه. احنا بنظلم الصيدلي. احسن ما يربحش خالص يا دكتور. نعم فندم. فكره ان انا اعمل اعتبار ان ربحه يعني ده شيء كويس يعني. لا منطق اخر، لانه الصيدلي بيحاسب اخر السنه على طريق الضرائب ضرائبيا. لما يشتري السوفالدي هيعلي شريحه الضرائب من اكس ل 5 اكس، في حين ان ربحه قل، وبالتالي دي فيها حته برضه على قيد. الحاجه الاخيره برضه الحاجه برضه الغريبه ان بعض الشركات ملتزمه بهذا القيد والبعض الاخر غير ملتزم. الحاجه الاخيره بقى انه لاحظنا مع نزول منشور من وزاره الصحه بوجود بعض الادويه مغشوشه، وده شيء خطير وينذر بمشكله كبيره جدا، ان بعض العيادات ضبط جواها سوفالدي مضروب او مغشوش. وده السؤال، طب ازاي الدواء ده المفروض انه يباع في مكانه الطبيعي في الصيدليات يباع في العيادات؟ ودي هنقف مع حضرتك عليها يا دكتور علي عشان نفهمها برضه كويس قوي، عشان الناس تبقى برضه مركزه هي بتشتري من مصدر عامل ازاي، لانه مش بالرخصه او انه ارخص شويه من 15000 يبقى انا اروح اشتريه. طيب دكتور هاني، يمكن وقتنا بينتهي مع حضرتك، وحضرتك كنت هتكلمنا عن الوقايه في المناطق المستوطن فيها فيروس سي لا قدر الله. عايزين نعرف من حضرتك اهم الطرق اللي ممكن نقي بيها انفسنا ان شاء الله شر هذه الامراض. ان شاء الله. هو اهم نقطه في الوقايه طبعا نظرا ان اغلب العدوى بتبقى عن طريق الدم، فطبعا كل من هو ينقل اليه دم لابد ان احنا نعمل له متابعه، ونعمل اصلا تحليل الدم قبل واخده من المتبرع بيه. اللي بينقل الدم ده غالبا مثلا بيعمل غسيل كلى وحاجات زي كده. دي نقطه ثانيه، في غسيل كلى من غير نقل دم. لانه ممكن واحد مصاب بالفيروس سي مثلا ويقعد على مكنه الغسيل ثم ياتي بعده، طبعا دي بيتغير فلاتر وبيتغير محاليل. اتفضل. برضه مهرجين بيتنقل لهم الفيروس سي، مهرجين. ايوه التاتو. اللي هو اللي بناخده في الرفاهيه ده اسمه تهريج. بالظبط. ده ناس بتهزر، وخاصه طبعا في الحاجات اللي مش معموله مراكز التجميل والحاجات دي دكتور. مش كلها في دي مثلا دي المتعاطين الصوره اللي معانا المتعاطين طبعا للاسف ده الهيروين والسرنجه، وبيعملوه بخلطات غريبه جدا. الحشيش كان بيتكلم عليه للاسف، وبعض الدعوات ان احنا الاسبوع اللي فات برضه. بس يمكن الحشيش ملوش دخل كبير في الفيروس سي، كان حشيش يعني مش ناقل، كان مخدر يا دكتور. بالظبط. يعني طبعا كفكره نروج ان هو يبقى تجاره عاديه يعني. احنا طلعنا بتوصيه في الندوه دي بعدم تقنين الحشيش ورفضنا تماما. انما بالنسبه لنقل الفيروس سي بقى اكثر شائع في المتعاطي الهيروين والحاجات دي. لا قدر الله، عشان في سرنجات يا دكتور. السرنجات بتتنقل وملوثه وبطريقه طبعا مش مظبوطه، دي من ضمن الحاجات. السلوك العام برضو في النظافه يعني النظافه الشخصيه، في جزء شويه من طبعا حاجات زي الصرف الصحي، المياه الملوثه طبعا، الحاجات اللي بيسحبوا الطرمبات، الري في المناطق الدلتا والتلوث بتاع ليها دور كبير. بعض الحالات ولكن دي لم تثبت بنسبه كبيره، قليل جدا الاتصال الجنسي، ولكن دي قليله خالص. انما الغالبيه بتبقى تقريبا عن طريق الدم او السوائل او المعايش للمريض. المعايش المريض يكون في شويه حرص، مفيش نقل مباشر ولكن قد يحدث غير مباشر. انا بدي طبعا بترتيب الاولويات، فهي اهم حاجه اللي هو اللي بيتنقل له الدم، بعده الغسيل الكلوي، وبعد كده المعايشين وهلم جرا. تمام. حابب نشكر حضرتك جدا دكتور هاني بجد على هذه النقاط المهمه جدا اللي حضرتك خدمت بيها. كلمك دكتور هاني ملاك وهبه، عضو المركز المصري للدراسات الدوائيه ومكافحه الادمان فرع الجيزه. نتمنى لجهودكم كل التوفيق دكتور بجد، نتمنى يكون لنا لقاء اخر ان شاء الله والوضع افضل باذن الله. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وهنقف مع حضرتك دكتور علي وفاصل سريع، وبعد الفاصل بنستقبل ضيفنا الكريم دكتور عبد التواب محمود عبد التواب، عضو المركز المصري للدراسات الدوائيه فرع الفيوم. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع، وبعد الفاصل نستقبل ضيفنا الكريم. انتظروا.
سمعنا انه الدولة هتبدأ في تصنيع عقار جديد زي عقار سوفالدي ولكن بسعر رخيص لعلاج فيروس التهاب الكبد الوبائي. كلمني عن هذه القضية من وجهة نظر. والله هو ربنا سبحانه وتعالى يشفي كل مريض، يعني هو طبعا هو بس هو انا ما عنديش خلفيه عنه قوي، لان طبعا انا الحمد لله ربنا يعني معافيني وشافيني يعني، لكن هو اكيد يعني هيبقى خير للناس اللي عندهم المرض دوت. كلمني عن القرار الدولة وتفكيرها في انها تعمل عقار جديد زي عقار سوفالدي يكون في متناول ايد المواطن المصري لتخفيف الاعباء شوية على المواطنين. دي مبادرة جميلة من الدولة طبعا انها بدأت تعمل حاجة زي كده وتفكر في حاجة زي كده، خاصة ان في ناس كتير غلابة عندها امراض طبعا السي بي والحاجات دي كلها، وامراض يعني صعب انها تتعالج منها، فمعنى ان الدولة تهتم بحاجة زي كده وانها تحاول انها تخفض شوية في اسعار الحاجات دي لحل مشكلة المرض داخل مصر، فدي مبادرة جميلة طبعا من الدولة، خصوصا للاسف الشديد ان في بعض الناس بيستغلوا المرض ده او الدواء بتاعه بيبيعوه في السوق السوداء بسعر غالي جدا، المواطن المصري ما بقاش قادر ان هو يجيبه، فمعنى ان الدوله انها تفكر في حاجه زي كده وانها ترخصه او تسعره بسعر ان هو كويس يقدر المواطن المصري التعبان اللي هو عنده هذا المرض ان هو يقدر يجيبه، فدي بتبقى حاجه كويسه طبعا من الدوله، بنشكرهم عليها وبنشكرهم على انهم بداوا فعلا يفكروا في حاجه زي كده. سمعت ان الحكومة بتعمل عقار جديد موازي لعقار سوفالدي لعلاج مرض التهاب الكبد الوبائي، فتفتكر رأيك ايه في هذه القضية؟ والله احنا بنتمنى، احنا سمعنا من الحكومة حاجات كتير بس مش في حاجات بتتحقق، احنا عاوزين الحاجات اللي انها تصالح للبلد وصالح للشباب. بنتمنى بدل ما الواحد يروح مستشفى خاصة وما يلاقيش ويترمي على المستشفيات، ودي اثر كبير في الدولة ان ما فيش حد بيعمل اي حاجة، ودي مشكلة كبيرة مع الشباب وده اللي مضطهد الناس، ان ما فيش حاجة من دي. احنا بنتمنى ان الدولة فعلا تقف مع الناس الغلابة. اولا العقار انا لم اسمع بيه خالص، ولكن من كلام حضرتك حتى لو في عقار وفي السوق السوداء بثمن غالي، مفروض الحكومة نفسها تقنن هذا لو كان العقار ده سليم وفعلا بيعالج التهاب الكبد الوبائي. ورجعنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، ولسه بنستكمل حديثنا عن ادويه الكبد في مصر، ولسه معانا دكتور علي عبد الله عبد النبي مدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الدوائيه ومكافحه الادمان. برحب بحضرتك مره ثانيه دكتور علي. وشرفنا دلوقتي دكتور عبد التواب محمود عبد التواب عضو المركز المصري للدراسات الدوائيه فرع الفيوم. برحب بحضرتك دكتور عبد التواب. الحقيقه سعداء بوجود حضرتك معانا، والموضوع بجد من الموضوعات زي ما اتكلمنا انها بتهم قطاع كبير جدا من الساده المشاهدين. نسب امراض بفيروس سي يعني في مصر كبيره جدا وتصنف عالميا زي ما الدكتور هاني وضح لنا انها من الاعلى يعني. الحقيقه دكتور عبد التواب حضرتك قلت انك ممكن تشرح لنا برضو اكتر اسباب العدوى، وباذن الله لو عرفناها برضو اكتر نقدر نتحاشى ويبقى فيه وقايه يعني، وباذن الله تكون خير من العلاج. وهنتكلم حضرتك هي مشاركه الحاجات الشخصيه، يعني مثلا زي مكان الحلاقه او فرش الاسنان، ادوات النظافه الشخصيه ممكن بعض بالظبط. الحاجه الثانيه موضوع الحلاقين. طبعا صالونات الحلاقه يعني سورس او مصدر كبير جدا لنقل العدوى بالنسبه للرجال، وصالونات التجميل بالنسبه للسيدات. بالنسبه للسيدات فانا انصح كل واحد ان انت يبقى لك ادواتك الشخصيه، يعني هات الحاجه اللي بيحتاجها منك صالون الحلاقه في شنطه خاصه بيك تروح بيها وترجع بيها. مكنه الحلاقه والامواس والحاجات دي حاجات بسيطه، كل حاجه بسيطه جدا. وبالنسبه للسيدات الحاجات اللي بتستخدم في الاظافر وفي الحاجات اللي تمام. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم عنها موضوع دكاتره الاسنان. طبعا معظم زمايلنا دكاتره اطباء الاسنان، معظم زمايلنا اطباء الاسنان بيهتموا جدا بموضوع التعقيم، ولكن هو في حاجه جديده دلوقتي يعني بتغني عن الموضوع ده، ان في ادوات دوزبوزابل تترمي كلها. تترمي كلها، فكل ادواتك اللي بتستخدمها عند الدكتور بتترمي، ما حدش غيرك بيستخدمها ولا تدخل حتى جهاز تعقيم. فده طبعا امن بكتير. طبعا لازم نركز جدا بقى في الاماكن اللي احنا بنروحها، ان احنا يعني على الاقل ان احنا نجيب حاجتنا، ما جبناش حاجتنا نشوف بس التعقيم موجود في المكان ازاي، بس يفضل ان احنا نجيب حاجتنا الشخصيه لانها باسعار زهيده يعني. حتى لو الموضوع هيكون مكلف اكتر شويه ولكن اكثر امانا، تقي نفسك يعني من شر لا قدر الله كبير جدا، من اي خطا يحصل في التعقيم او اي مشكله. صحيح. تمام. صحيح. بنشكرك دكتور عبد التواب، ونرجع لحضرتك دكتور علي. وحضرتك كنت وقفت على نقطه مهمه قوي، وهي فكره
انه بعض العيادات الخاصه قد تبيع السوفالدي او مسائل السوفالدي باسعار ارخص. الفكره هنا بقى فكره مهمه قوي لازم حضرتك توضحها للساده المشاهدين، انه مش بالارخص او انه يعني متوفر في عياده خاصه او في مكان. الدواء بيتباع في مكان واحد هو الصيدليه الحقيقه والمرخص ليها طبعا والمعتمده، فاحنا نفهمها دي من حضرتك. هو الحقيقه الاداره المركزيه لشؤون الصيدله التابعه لوزاره الصحه وتابع ليها ما يسمى بالتفتيش الصيدلي، ده ليه الاحقيه بالتفتيش على الصيدليات طبعا. تمام. لان ده المكان القانوني والشرعي في بيع الادويه. تمام. الحقيقه برضو الاداره نزلت منشور بوجود سوفالدي مغشوش، ودي حاجه خطيره جدا، وضبط بالفعل في احدى مراكز او عيادات الكبد في المنصوره دواء سوفالدي مغشوش. اهو ده الشيء الحقيقه ده شيء طبعا يعني اتجار في صحه البشر بشع يعني. والسؤال طب ليه؟ العياده اولا ما فيهاش مكان مجهز للبيع، يفتقر الى المواصفات الصحيه، والمواطن غلطان المريض ده المشرف تشتري ليه من مكان بالظبط. المشرف على بيع الادويه ديت في العياده هو يعني بين قوسين كده التمرجي، وبالتالي مش هنصح المريض بكيفيه استخدام الدواء او محاذيره، او لو ظهر من الدواء ده اي حاجه اعراض جانبيه لا قدر الله مش هيقدر يبلغ فيها الفارماكو لانه شاريه بطريقه غير شرعيه. بالظبط كده. الحاجه الثانيه انه الدوله هنا بتخسر بند من بنود استثمارها الا وهي الضرائب، لان الصيدلي او الصيدليات بتحاسب ضريبيا. بينما والله يا دكتور في الحته دي بالذات يعني مش يعني عشان برضه الساده المشاهدين فاهمين حاجه، لان حضرتك صيدلي وممكن تكون شهادتك مجروحه يعني، لكن الحقيقه فكره ان حضرتك برضه بتدور على صالح المريض في الاول طبعًا. يعني الحقيقه انه لما ياخد دواء اضراره ممكن تكون بتزود حاجه على الفيروس سي اللي عنده، هتبقى مشكله كبيره جدا. هو ده الاهم الحقيقه. السؤال بتاعي برضه وبالنسبه لشق حضرتك الضرايب وكده ماشي، لكن هو بالنسبه للمريض تدور على المكان الامن طبعًا. يعني ما هو الضرايب برضه بتنفق فيما بعد على عليك وعلى اسرتك اللي فيها افراد كتير جدا عندهم فيروس سي. فانا سؤالي لوزير الصحه ووزاره الصحه تمام، الادويه دي توصل ازاي للعيادات؟ اذا كانت وزاره الصحه عامله اذا كانت وزاره الصحه عامله كنترول على توزيع هذه الادويه وتصرف وتوصل للصيدليات ببريكوشنز معينه بمحاذير معينه، طيب ازاي وصلت العيادات؟ اذا هناك شبهه فساد في الموضوع، فلازم نبحث عن هذه مع حضرتك يا دكتور، ورؤيه حضرتك تحترم يا دكتور علي، وعايزين فعلا بحث في هذا الموضوع بشكل كبير جدا يعني. طيب نرجع لحضرتك دكتور عبد الجواب، وحضرتك قلت انكم بتشتغلوا على مسح شامل لفيروس سي في مصر. يمكن دكتور هاني كلمنا على بعض الارقام وبعض الاحصاءات، والحقيقه موجعه جدا ومفزعه بصراحه. عايزين نفهم من حضرتك بتشتغلوا ازاي اصلا وبتعملوا ايه عشان باذن الله اهم حاجه في الحقيقه في التخطيط بشكل عام والتخطيط للصحه في مصر بشكل خاص وفيروس سي بشكل اخص، هي فكره ان يبقى عندنا احصاءات وارقام سليمه عشان نقدر نشتغل صح كدوله يعني. تمام يا فندم. هو حضرتك احنا ما عندناش فعلا ارقام دقيقه، وفي نفس الوقت احنا محتاجين المسح لاكتر من سبب. انا عندي ممكن يكون اشخاص حاملين للميكروب، حاملين للفيروس، وهو بالتالي هو مصدر للعدوى لغيره وما بتظهرش عليه الاعراض. تمام. فانا محتاج اعرف كل شخص في مصر حامل للفيروس وابتدي اعالجه طبعا علشان اقدر اقضي على الفيروس نهائيا، بنفس الفكره اللي عليها الدكتور علي، ان انا اقلل المصدر وازود الخارج من غرفه فيروس سي، واقلل الانسيدنس او العدوى او المرضى الجدد اللي بيدخلوا لي كل سنه. وعلشان ده يحصل لازم اعرف واعمل مسح شامل لكل المصريين، او بالاخص اكتر ناس اللي هم اللي عندهم اكتيفيتي وبيتحركوا وبيتعاملوا مع الناس، اللي هو سن العمل بالاخص. طبعا بالاخص لان ده اكتر واحد بيحتك بالناس واكتر واحد ممكن يسبب عدوى لغيره. فلو انا عملت مسح للناس، لو قلنا مثلا من سن 18 سنه لسن 60 سنه اللي هو سن العمل والاحتكاك والخروج، هقدر اعرف عدد المصابين بفيروس سي بالظبط كام واعالجهم بحيث ان هو ما يكونش مصدر لعدوى غيره. تمام. طيب واشتغلتوا ازاي يا دكتور؟ يعني حضرتك في فرع الفيوم للمركز المصري للدراسات الدوائيه مثلا بتخبطوا على الناس تسالوهم ولا بتعملوا ايه؟ انا هقول لحضرتك، هو اولا كان في تجربه سابقه عملتها القوات المسلحه. ان هم كانوا بيعملوا تيست او اختبار فيروسات كبديه لكل شاب داخل التجنيد. رائع. وكانت في مشاكل كثيره جدا في الارقام اللي طالعه يا دكتور والله. للاسف. فده عمل اولا منع ان الفيروس يتنقل داخل معسكرات ومراكز تدريب من شخص لشخص. وبس اظهر لحضرتك ان في ارقام كبيره، لكن على النطاق الثاني ما شاء الله يعني حضرتك ده كان في نقطه ايجابيه جدا طبعا، لان انا اكتشفت الشاب ده وهو لسه ما عندوش اعراض. حامل للفيروس. بحامل الفيروس بس هو رايح يتجند. ففوجئ ان هو بيقولوا له انت عندك فيروس. ده انا لحقته بدري.
ما شاء الله طبعا. الليفر لسه سليم، الحاله الصحيه كويسه، السن صغير ومناسب. والناس دي كانت حتى بالعلاج القديم بالانترفيرون كان بيجيب معاهم نتائج كويسه جدا بسبب الحاله الصحيه والسن. وده يشجعنا ان شاء الله يا دكتور، زي ما يمكن دكتور علي وضح لنا باذن الله انه هيبقى مرض نادر في يوم من الايام لو كل السلوكيات بقى في الدوله توجهت بالشكل ده. يعني كل المؤسسات برضو تعمل فحص صحي للناس اللي بتشتغل بشكل جيد، يبقى شيء مهم يعني. والموضوع مش مكلف على فكره. مش مكلف يا دكتور النوعيه دي من التحاليل؟ من التحاليل لا. تمام. طيب الحقيقه نرجع لحضرتك برضو دكتور علي واستكمال النقطه اللي اتكلم فيها دكتور عبد التواب. الوقايه دايما خير من العلاج. الحقيقه اتكلمنا عن النظافه مع دكتور هاني، واتكلمنا هنا على التحليلات المبدئيه. في وسائل ثانيه ممكن نشتغل بيها وباذن الله تكون يعني فعلا طريق وسبيل للناس علشان باذن الله ما نوصلش لمضاعفات، ما نوصلش ان احنا يعني محتاجين بقى كميات للاستيراد اكبر من الادويه دي. برضو بتبقى عبء على الدوله، لكن الدوله طبعا عليها فرض، بس برضو بتبقى عبء كبير جدا انك تستورد ادويه زي كده او انك تعمل مسائل برضو بالشكل ده. وزائد دور الدوله في دور للمريض احنا ما اتكلمناش عنه. اتفضل يا دكتور. الدكتور عبد التواب كان حكى لي موقف ظريف حصل معاه شخصيا، بيقول لي انه نصح احد المرضى يعني انه يعمل تحليل، قال له لو سمحت يا دكتور سيبني بطيخه مقفوله. اعمل لي ايه؟ سيبني بطيخه مقفوله. مش عايز يفتحها. مش عايز يفتحها. تمام. كتير جدا من المرضى على فكره في الشعوب العربيه في المنطقه العربيه بالزبط. كلها وفي الشعب المصري. فلا بد ان سيبها على الله ونعم بالله. بس برضه فلا بد ان الثقافه دي ان تتغير. طبعا يا دكتور. تمام. ونعم بالله كل حاجه يا جماعه برضه عشان الناس ما تتخيلش ان احنا بنتكلم. وبعدين اذا كان الكلام ده كان في الماضي كان الى حد ما له مبرره، انه حتى لو عمل تحليل فالادويه محصوره ونتيجها قليله، انما دلوقتي مفيش حاجه. مفيش حاجه. الادويه موجوده. فلا بد ان اي واحد يشك انه يعني اعراض لا قدر الله المفروض انه يروح يعمل ما تستناش لما نعمل لك في التجديد، ما تستناش لما نعمل لك في مكان العمل. النقطه الاخرى اذا علم بقى انه عنده فيروس لا قدر الله، لابد برضه ان يحذر غيره. يعني ايه؟ لو راح ياخد حقنه في اي مكان يقول لي اللي هيديله الحقنه خلي بالك انا عندي فيروس سي، عشان اللي بيدي الحقنه ربنا يكرمك يا دكتور علي على النقطه دي، يبقى حذر ان هو شخصيا يبقى وسيله لتوعيه الناس بالظبط كده، والامان الناس، مش يبقى وسيله خطر عليهم متنقل. يعني الحقيقه يكون حذر، مش يتكسف يقول لا خالص، بالعكس ما هو هيأذي غيره. يكون غيرك. عشان اللي بيدي الحقنه ده يكون حذر في اعطاء الحقنه، ويروح يخلع سنته في عند طبيب الاسنان، يقول لطبيب الاسنان انا عندي هيباتيتس سي. ويحضر لي برضه موقف كان في واحد عنده هيباتيتس اي اللي هو بينتقل عن طريق الفم الاكل فراح يشرب حاجه في عصير فحذر الناس قال له سمحت اديني العصير في كوبايه ديسبوزابل عشان انا عندي فيروس اي الصفرة. فده دور المريض نفسه، يعني هو نفسه يعني يحمي الاخرين من شر انتقال المرض لا قدر الله. دي وسيله من وسائل الوقايه برضه، بس ده دور من ادواره هو بقى البني ادم نفسه. تمام. طيب نرجع لحاجه دكتور عبد التواب الحقيقه، وفكره بقى الدواء في مصر بشكل عام، وحضرتك تشوف ان منظومه الدواء في مصر محتاجه يعني حاجات كثيره جدا احنا يمكن بداناها كده مع دكتور علي وعايزين نفهمها من حضرتك، استيرادها وتصديرها، فكره المرض المستوطن غير المرض العادي. يعني بصراحه المصانع المحليه بتحاول نقدر نقول كده باللفظ الدارج بتعافر عشان تفضل في تماسك في السوق المصريه وفي الاسواق اللي حواليها، وكانت بتصدر احيانا. ايه اللي حاصل دلوقتي في السوق المصريه وانتوا كصيادله شايفين ومحتاج انكم تقفوا شويه اكتر، محتاج ان الدوله تقف شويه اكتر معاكم؟ والله يا فندم هو احنا عندنا شركات قطاع الاعمال بتعاني لان احنا عندنا تسعير الدواء تسعير جبري، وفي اصناف متسعره باسعار زهيده جدا من سنين وسعرها ما اتحركش، والنتيجه لذلك اصبح الدواء مع الشركه بيخسر طبعا. يا اما حضرتك غالبا بتلاقيه ناقص مش موجود، يا اما لو موجود بيبقى فترات وفترات، وفي نفس الوقت حتى لو الشركه حاولت بقدر الامكان توفره فالنتيجه لذلك بيبقى على حساب الخساره. والحل سهل جدا، الحل هو تحريك سعر الادويه. احنا ما بنتكلمش في حاجات كبيره، يعني بنحاول نتكلم ان احنا مصر الدوله الوحيده اللي ممكن تلاقي فيها شريط راس بجنيه. بجنيه ده تكلفه ايه؟ يعني ده مكسب الصيدلي ولا شركه التوزيع ولا تكلفه الدواء ولا الماده الانتاج نفسه والعمال اللي اشتركت في الانتاج والتغليف فده بيخسر وبيخسر كتير جدا. فانا لو حركت الدواء اللي بجنيه خليته ب5 جنيه مش هتفرق مع المستهلك كتير.
والله مش كله دكتور برضه، عشان نبقى بنتكلم باحساس الناس دكتوره بتواب، لكن اللي ممكن نقوله بقى انه احنا كمنظومه دوله صحيه لا فيها مشاكل كتيره جدا، ممكن نخلي منظومه الدوله الصحيه افضل، بالتالي ما نحتاجش بقى ان يبقى في عبء من الصرف والانفاق على الصحه في مصر، وده موضوع كبير يعني فلسفي كبير جدا. موضوع كبير جدا يعني. طب تفتكر يعني يا دكتور ممكن يبقى في ابعاد فيه في الفتره الجايه لو احنا اشتغلنا على ايه؟ يعني المنظومه الصحيه فيها مشاكل كتيره جدا، فيها مشاكل كتير جدا، وانا السلوكيات الخاصه بتاعت المواطن فيها مشاكل كتير، فيها كتير جدا، وحاجات كتيره منها مثلا المضادات الحيويه وسوء استخدامها في مصر مثلا يعني سوء استخدامها بشكل اي برد يخش على الحيويه على طول واسماء بعينها، مع ان البرد ده فيرال انفكشن، المضاد الحيوي ملوش فيه اي دور نهائيا مثلا. حتى برضه في الاطفال بنلاحظ موضوع سوء استخدام المضاد الحيوي، مع ان 70% من حالات الفيفر او السخونه او الانفكشن تحت سن 10 سنين 70% منها بتكون فيرال يعني فيروسيه، ما فيش اي داعي للمضاد الحيوي الا في حالات معينه بعد 3-4 ايام لو حسينا ان حصل حاجه اسمها سكندري بكتيريال انفكشن اللي هي العدوى البكتيريه الثانويه. ولكن احنا بنلاقي كتير من الاطباء بيبتدي بالمضاد الحيوي، وده عمل ريزيستنسي او عمل مقاومه او زود مناعه الميكروب في مصر ضد المضادات الحيويه. ودي من الحاجات اللي برضو من مش بس الصيدلي والطبيب، لا المواطن كمان والشخص نفسه له دور في الموضوع ده. ما ياخدش دواء منه لنفسه، مش كل دور برد زي ما حضرتك بتقولي يروح ياخد انتي بايوتيك. تمام، ربنا يكرمك يا دكتور. طيب بالنسبه لفكره توزيع الدواء دكتور ومنظومه توزيع الدواء في مصر، يعني انتجناه عندنا مشاكل. هو برضه استكمال للنقطه اللي قالها الدكتور عبد التواب اللي يخص صناعه الدواء. بدعو حضرتك كل شويه دكتور عبد التواب يعني يحفزك في نقطه وتبقى بدعو حضرتك قناه النيوفيرس التعليم العالي. التعليم العالي. احنا عاملين مؤتمر في الاسبوع بعد القادم بما يخص صناعه الدواء، وبما يخص صناعه الدواء المصريه الوطنيه الخالصه، وما تعانيه شركات القطاع الأعمال من تدهور يهددها من الخروج من منظومة منظومة صناعة الدواء. فأنا بدعو حضرتك والقناة. دي نقطة. النقطة الثانية إن احنا هنناقش اقتراح قدم بتوزيع الأدوية على بطاقات التموين. في مقترح خرج عشان نحل المشكلة اللي حضرتك أو بين قوسين عن طريق الكروت الذكية. والله ده اللي بنقول عليه تفكير بره الصندوق عشان يا دكتور. يعني الحقيقه ان انا افكر في افكار تخدم الناس، طبعا ده الهدف الاساسي، وفي نفس الوقت انها يوصل كل حاجه لمستحقيها، زي ما الدعم بيوصل لمستحقيه في الغذاء، ده الهدف الدعم الصحي يوصل لمستحقيه بالشكل ده الهدف. فهو في اقتراح فيه طبعا يبقى لازم فيه طبعا يعني هو احنا هنناقش التطبيق. هي الفكره طلعت حلو، لكن المؤتمر هنناقش التطبيق انه في مشكله عدم تحريك الاسعار. طب في مريض مش قادر يشتري الدواء بعد تحريكه، فيتم الموازنه من 5 جنيه ل 5 في ناس ان هو الدواء يزيد شويه ويلاقيه افضل من انه يبقى رخيص ومش موجود. برضه نقطه طبعا يا دكتور طبعا. فده هنعمل موازنه بين تحريك الدواء ودعم شركات التصنيع المحليه الوطنيه وتوفير الدواء المصري الخالص، والموازنه ما بين احتياجات المريض والدور الاجتماعي والوطني لشركات الدواء. ده ما يخص النقطه دي يعني. انما هي منظومه صناعه الدواء في مصر محتاجه يعني عارفه ايه انقلاب زي ما قلنا كده، ثوره زي ما قلنا، الثوره الدينيه وثوره قناه التعليم العالي بتحذر للثوره يا دكتور. احنا بنحضر للثوره، خدمه المواطن، ثوره تعليميه وثوره دينيه، ويعني محتاجين صراحه دوائيه نغير. زي ما الرئيس السيسي طالب بالعمل الدؤوب والحركه، لابد ان احنا نسير معاه بنفس الخطوات يعني. ربنا يوفق دكتور علي ان شاء الله، ونتمنى بجد ان يعني الناس تمشي ورا الثوره دي بشكل ايجابي، مش ثوره يعني ثوره في مصلحه المواطن. احنا طبعا ما قصفناش برضو دور وزاره الصحه في توزيع الدواء في الفتره اللي فاتت، ما يخص الدويه السوفالدي والمرضى اللي تعالجوا الفتره اللي فاتت تمام بالسوفالدي. يعني هنقول نقاط بسيطه كده، اتفضل. احصائيات ان حوالي 58,000 مريض اتعالجوا بالسوفالدي حتى مارس الماضي. 78% منهم على حساب الدولة، و13% دي على حسابهم هم. الدولة حاطه تارجت حوالي من 3 ل 4 مليار جنيه في هذا البند لمدة معينة. السياسة الجديدة ان هم هيسحبوا الانترفيرون وينزلوا مكانه الاليزيو،
وبالتالي المريض اللي بيعاني من ده مثيل يا دكتور؟ نعم مثيل؟ لا اوريزيو ده هيبقى بدل الانترفيرون يتاخد مع السوفالدي. لا يتاخد مع السوفالدي عشان نقي شر المريض ونريحه من التعب وصاد افكت بتاع الانترفيرون. تمام. فبرضه دي خطه جديده. بيوصلنا 40,000 سوفالدي شهريا تقريبا. وصلنا 10,000 علبه اوريزيو. فالحقيقه كل ديت مؤشرات ودور ايجابي بتقوم به وزاره الصحه. لابد زي ما بنتقدها بعض الاشياء لابد ان احنا نثني عليها في بعض في الحاجات الحقيقيه. تمام. طيب اسعار الدواء في مصر يا دكتور بقى، لانه حضرتك فتحتها يعني وهي مهمه قوي الحقيقه. ضبط اسعار الدواء في مصر من وجهه نظر حضرتك تيجي ازاي؟ يعني فعلا عشان الدواء يوصل للي مستحقه، واللي يقدر يدفع ثمنه يدفع ثمنه، واللي ما يقدرش يدفع ثمنه برضه يوصلوا من غير ما يدفع ثمنه. احيانا بتلاقي ان لا قدر الله مريض معهوش ثمن الدواء، علبه الدواء اللي محتاجها كل يوم، او يعني امراض زي السكر او امراض المستطيله والضغط والحاجات دي، ممكن الحقيقه لا قدر الله المواطن ما يلاقيش ثمنها. هو يا فندم بالنسبه للامراض المزمنه ده مريض بيحتاج قرص الدواء كل يوم مثلا، فقرص الدواء ده جزء اساسي من حياته، زي ميزانيه حياته اليوميه. بالظبط، زي الاكل والشرب بالظبط يعني جزء من ميزانيه حياته اليوميه. في ناس غير مقتدرين بيقدم طلب علاج على نفقه الدوله وبيصرف وبيتعالج وفي ما بيعرفش يا دكتور يوصل بصراحه. هو الحل في موضوع اللي اتكلم عنه الدكتور علي، ان الموضوع يدخل في منظومه التموين والبطاقه الذكيه، وان هو ياخد حقه مباشرة بانه يصرف البطاقة من الصيدلية او المنافذ اللي هتحددها وزارة الصحة بعد كده. وطبعا دكتور عبد الوهاب الحل الاشمل والاوفر التأمين الصحي، مظلة التأمين الصحي الشامل تشمل كل الناس. طبعا ده بقى الحل الامثل والاشمل يعني الحقيقة. تمام. طيب شغلكم بقى كمركز يا دكتور الحقيقة في الفترة دي، المركز المصري للدراسات الدوائية ومكافحة الادمان حضرتك تكلمنا عنه، والفيوم برضه حضرتك تكلمنا عنه يا دكتور عبد التواب. اتفضل. هو زي ما اوضحت حضرتك قبل كده، احنا دراسات دوائية كل ما يخص الدواء منذ واضح من كلام حضرتك في الحلقه كله واضح بالظبط كده. ثم الدور المجتمعي اللي هو مكافحه الادمان وهي ظاهره خطيره. كنت سابقا كنت متوقع انها في يعني في تناقص، اتضح انها الحقيقه في ازدياد. وشاهد في نسب عند حضرتك واضحه، شاهد في 2012 اعلى نسب عالميا وليس محليا كمان. يعني فكره ان احنا نحقق عالمي في اشياء كلها الحقيقه فيها مشاكل كتير جدا. وطبعا موضوع مرتبط بنسب الجرائم والجرائم المؤسفه طبعا، سواء القتل سواء الاغتصاب سواء هتك العرض، جرائم شاذه، جرائم الشاذه، جرائم ما كانتش الحقيقه كمان معتاده ومألوفه على الشعب المصري. بالظبط كده بالظبط كده. اللي اقدر اقوله برضو انه الاربع سنين اللي فاتت ديت اللي هي كان فيها يعني انهيار امني، طبعا ساعدت على انتشار ظاهره الادمان. طبعا كان لنا دور كبير جدا في محاصره الترامادول وانتشاره في مصر. بس للاسف طبعا دلوقتي المدمنين على الترامادول عملوا شيفتنج للهيروين، ودي ظاهره اخطر. عملنا مؤتمر، دخلنا فيروس سي كده طالما هيروين. طبعا عملنا مؤتمر الاسبوع اللي قبل الماضي عن ردنا على الناس اللي دادت بتقنين الحشيش. الاسبوع القادم بنتكلم على صناعه الدواء والدواء الوطني زي ما قلت لحضرتك كده، وحصاره ما بين الداعين للتهريب الدواء والداعين والمستفيدين من الاستثمار خارج منظومه الدواء. فده كله دور احنا بنسعى الى التغيير. في مؤتمر بنحضر ليه برضه عن التعليم الصيدلي. جميل يا دكتور. بالظبط كده، لان مناهجنا اصبحت قديمه، فعايزين نغير بما هو نطور بما هو يوازي ويواكب التعليم الصيدلي في العالم كله. تمام، ربنا يوفقك يا دكتور علي ان شاء الله. طيب التعليم الصيدلي دي نقطه مهمه قوي دكتور عبد التواب وفتحها الدكتور علي، لكن قبلها نتكلم عن مكافحتكم للادمان والعدوى في الفيوم. حضرتك احنا بنعمل دراسه حاليا دلوقتي عن سوء استخدام الدواء بصفه عامه. صحيح. يعني مش بس الادويه المخدره، لا في سوء استخدام للادويه العاديه. يعني دي مشكله برضو كبيره جدا. بقول لحضرتك كنا بنتكلم البرد يعني مضاد حيوي. تمام يا فندم. الصداع، استخدام مسكنات بجرعات عاليه جدا ولاي سبب وبدون وصفه طبيه. احيانا دي بتاثر على الكبد برضو يا دكتور. لا وبتاثر على الكلى والمعده وحاجات كتير. فسوء استخدام الدواء بصفه عامه دي الدراسه اللي احنا حاليا دلوقتي قائمين عليها، وبنحاول نوجد لها توصيات. التوصيات دي توجه للصيادله والاطباء والمواطن العادي نفسه، يبقى عارف ان انا مش كل حاجه يعني في حاجات ثوابت عند المريض المصري، لما بيجي لي كذا بروح اعمل كذا بدون ما يرجع لاي حد خبير او حد او طبيب او صيدلي، هو بيتصرف منه لنفسه. فاحنا عايزين الحته دي ما تكونش موجوده عند المواطن المصري او يحاول يغيرها.
بالنسبه بقى لموضوع الادمان، هو الدوله مشكوره في الفتره اللي فاتت قدرت تجفف منابع ترامادول، فعلا ما بقاش بيدخل مصر بالشكل الاول. ضبط الحدود، الناحيه الامنيه رجعت كويس جدا ومسيطره، فده عمل نقص في الترامادول في مصر، وادى لناس كتير اضطرت ان هي تبطل. وده كويس جدا. انا يعني فوجئت الفتره اللي فاتت كتير من الناس جاي بيقول لي انا ساعدني، انا عايز ابطل. انا يعني هو بيقول لي انا بطل، انا مش لاقيه فعايز ابطله، ففرصه كويسه. هو يعني جايز هو اضطر لذلك، ولكن فرصه كويسه ان احنا نقف جنبه. يبقى الدوله شغاله كمان في انها تجفف منابعهم، يعني ده شيء كويس يعني. وللاسف كان معظمهم من السواقين، ودي كانت مشكله كبيره، مشكله للاسف الشديد يعني. طيب يعني الحقيقه يمكن وقتنا قرب ينتهي مع دكتور علي ودكتور عبد التواب. فكره ان احنا بنتكلم عن ثوره في ادويه الكبد في مصر، او ثوره في الادويه في الفتره القادمه، تتخيل حضرتك ملامح الثوره دي مفترض تكون من وزاره الصحه ايه؟ من الصيادله نفسهم ايه؟ من المواطن اللي المفروض ما يشتريش من مصادر غير موثوق فيها ايه؟ يعني حاجات كتيره جدا. وفكره برضو ضبط الاسعار داخل السوق، ما ينفعش مثلا اشتري من الصيدليه بسعر واشتري من الصيدليه بسعر ثاني، وده يعني المواطن احيانا برضو بيلمسها. برضو عايزين نعرف من حضرتك نشتغل على المنظومه دي ازاي؟ يعني عموما لابد ان تكون بيدنا لا بيد عمرو، بمعنى انه كده كده العالم بيتغير من حولنا طبعا يا دكتور، وان لم نواكب هذا التغيير هنضيع في النص. وزي ما قلت لحضرتك كده ان قطار التغيير في عالم الدواء يسير كالطائره، وبالتالي ان لم نركبه سيدهسنا. بدايه من موضوع التعليم الصيدلي، لانه على مستوى العالم المناهج اتغيرت طبعا. في برانش جديد حاجه اسمها الفارماكوثيرابي دخل على العلم، لابد ان يدرس في الجامعات المصريه. ما درسش لسه. اللي هو يهتم بايه يا دكتور علي؟ نعم، يهتم بايه؟ هو اذا كان زمان الصيدلي كان دراج اورينتد او برودكت اورينتد، هيبقى بيشنت اورينتد. يعني كان دراسته كلها حول منتج اسمه الدواء، هيبقى دراسته ما بين الاثنين، يهتم بالمريض ويهتم بالمنتج، يعني يجمع بين العلمين، علم الامراض ده على درايه بالطب شويه وفي نفس الوقت بالظبط يجمع بين العلمين. وده استفادته القصوى هتبقى في المستشفيات خاصه. طبعا ان صيدلي المستشفى يبقى ملم يعني، كده لانه هيبقى له دور كبير جدا في المنظومه وفريق العمل في المستشفيات، خاصه مثلا في ادويه الكانسر مثلا، لا قدر الله. وده ليه مردود كمان على الناحيه الاقتصاديه في الدواء. فده وفر يعني الحقيقه بالظبط كده، فبرانش جديد. التصنيع الدوائي احنا كنا بنتكلم في ادويه عاف عليها زمن، كلمه على الفلوفالجين، والفلوفالجين ده اتمنع في العالم كله من حوالي 15 سنه، وما زال احنا هنا استهلاكه بشكل خطير جدا. وده برضو مع الدكتور عبد التواب ومع فروعنا في المحافظات لابد انه نوصي زميلنا الصيادله ان ينصحوا العيانين انهم يتركوا استخدام النوفالجين الى ما هو امن من ذلك. صحيح. المرضى نفسهم برضو لابد ان الثقافه تتغير، يعرف يثق في الصيدلي اللي رايح له، يثق في نصيحته. الطبيب برضو لابد انه يسمع كلام الصيدلي ويتعاون معاه. فدي منظومه كلها محتاجه متشابكه كمان يا دكتور الحقيقه. يعني ما نشتغلش في جزر منعزله، لابد ان يكون تواصل مع كل الفريق الطبي. تمام. طيب دكتور علي، دكتور عبد التواب، الحقيقه دكتور علي هنا اشار لفكره ان احنا نتعاون مع بعضنا كمنظومه بتشتغل كلها على تصنيع الدواء في مصر. الحقيقه برضو حضرتك تشوف انه محتاجين نشتغل ازاي على السوق المصري في الفتره القادمه كوزاره صحه، كمواطنين، كصيادله، كمراكز اهليه الحقيقه بتشتغل وحابه انها تعمل حاجه لصناعه الدواء وللصيادله في مصر. بالنسبه يا فندم للتصنيع الدوائي في مصر محتاج شويه تنظيم. بمعنى ان انا بيبقى عندي ماده فعاله واحده، ممكن 20 شركه تنتج نفس الماده الفعاله دي، ومواد تانية ممكن ما يكونش ليها غير يعني منتج واحد او اتنين. وبالتالي يوم ما يكون منتج فيهم مش موجود او الاتنين مش موجودين بتبقى كارثه بالنسبه للمريض المصري. صحيح. فانا عايز يكون في ريجوليشنز، يعني ايه اللي انا اسمح بترخيصه في كوزاره الصحه، وايه اللي ما اسمحش بيه، ايه اللي انا السوق فعلا محتاجه، وايه اللي السوق تشبع بيه. فانا مش محتاج منه ادويه جديده، فبالتالي اوجه مجهود الانتاج ومجهود الشركه للاصناف الاكثر ندره، والاصناف اللي هي ناقصه. احنا عندنا نواقص في الصيدليات، المريض بصراحه بيدوخ ما بيلاقيهاش. بالظبط. وربنا يوفقكم دكتور الحقيقه، واحنا مستنيين منكم كمركز مصري للدراسات الدوائيه وكافحه الادمان باذن الله المزيد من الشغل الفتره القادمه. احنا شايفين بجد شغلكم ونتمنى شغل اكثر الفتره القادمه. ونشكر حضراتكم شكرا جزيلا دكتور علي عبد الله عبد النبي، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الدوائيه وكافحه الادمان. شكرا جزيلا حضرتك دكتور علي.